بالهين بالعوالي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي واخواتي واصحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. ودي قناتي انا وسلفتي في المطبخ، واللي بيشوفها لاول مره وما اشتركش بسرعه كده يدخل واشترك. عندنا فيديو جديد النهارده، ونسمي كده ونصلي على النبي ونذكر الله في كومنت كده او نصلي على النبي فيه. تمام. كان ابني تعبان وامي واخواتي جايين يشوفون. اخواتي بنتين، احنا عامة يعني 3 بنات وولد. الولد مسافر واخواتي البنتين جايين مع امي يشوفوا ابني. المهم يعني عرفت ان هما جايين، فقلت اعمل لهم اللي مع السريع كده عم يجي او على ما يوصلوا. فهنا طبعا زي ما انتوا شفتوا شوحنا اللحمه. انا عامه بحب اللحمه متشوحه، ما بحبهاش مسلوقه، يعني ان انا اغلي ميه واسقطها، لا، اشوحها الاول. فهنا بقى شوحتها، حطيت عليها طبعا طماطم، بصل، لورا، فلفل اسود، بهارات لحمه، حبهان، قرفه، واتشوحت وتمام التمام. وحطينا بعد ما اتشوحت نزلنا عليها الميه. وكمية البصل دي هيبقى هنعمل عصاج. فانا برضو بحب العصاج ان انا ادبل البصل الاول بدل ما احطها كلها ببعضها، او ان انا احط اللحمة الاول وبعدين انزل عليها البصلة. كل شيخ وله طريقة، وعامة دي طريقتي يعني. كل زي ما احنا قلنا كده كل واحد وله طريقته، فانا بحب الطريقة دي. كنت بقى البصل اللي زمان شفتوه كده في الاول فرمناه في الكبة، يعني لا هو خشن ولا هو ناعم، وسط يعني. وبعد كده شوحته شوية الاول كده يعني، ونزلت عليه بالمادة الدهنية، سواء زيت او سمنة او ايا كان اللي هتنزلي عليه بيه. والعند ما دبل يعني شوية كده ونزلنا عليه باللحمة. وهنعمل بقى شوية جنبهم، يعني جنب الكلام ده كله هنعمل شوية بطاطس ايه بالصلصة. او يعني زي ما احنا بنقول في الفلاحين كده نطبخ بطاطس، طبخين طبخين بطاطس. فالمهم بنتي يلا الله يسامحها بقى، كانت مقطعاها قطع صغيرة كده. احنا بنقطعها اكبر من كده، بس يومها قالت لي يعني ان انا قاعده اتكلم مع امي واخواتي، وهي قالت لي لا سيبها وانا اعمل. هي في المطبخ بقى وعملتها. يعني انا حتى البطاطس بقول دي منظر قطع بطاطس يعني دي على ما تتحط وتعمل، يعني هتستوي ازاي ان هي تروح في الصلصه. المهم بعد عملنا الصلصة طبعا بعمل الصلصة بيبقى بصلاية مع فصين توم، ياخدوا برضو يحمروا، ننزل عليهم بالطماطم تتسبك. طماطم عصير فريش. في ناس بتبقى عاملاها، او انا كنت برضو عاملاها معاكم قبل كده صلصة او كده نحطها في الفريزر. المهم لا، دي كانت عصير فريش ونزلتها على على البصلة لعند ما يعني ما خدت اتسبكت زي ما احنا بنقول كده. ونزلنا عليها بالبطاطس دي. وهنحط بقى يعني البهارات بتاعتنا بقى زي ما انت عايزه، ملح، ظبطي ملحك وفلفلك وكل حاجه، يعني البهارات بتاعتك اللي انت عايزاها حطيها، وشويه كمون ويمشي العمل وتبقى تمام التمام. وهنا بقى كانت يعني الصلصه كان فيها لسه يعني تكه كده، يعني حبه ميه ما نشفتش قوي. فنزلت فيها اللهم صل على سيدنا محمد، نزلت فيها البطاطس وقلت لها مع نفسك تشرب من التسبيكة دي او الصلصة دي، وبعد كده نزودها شوربة. هنعمل بقى، جبنا الصينية كده وهنعمل بها عشان عاملين عصاج. هنعمل جلاش باللحمة المفرومة او جلاش حادق زي ما بتقول. جبنا بقى طبعا الجلاش جايبه كان لفتين جلاش. عملت اللفة الأولانية في الرق الأولاني، وطبعا أو طبقتين، طبقة وبينهم اللحمة. فأول لفة عملتها هي الطبقة الأولانية. وطبعا كلنا عارفين أو كلكم عارفين
إني بنفرد الورقة وبعد كده بندهنها المادة الدهنية. ده كان زيت على سمنة وبالفرشة كده، وبقيت أمشيها على الورق علشان برضو يعني يدي آآ توريقة حلوة كده له. وبعدين في ناس ما بتعملش كده، في ناس ممكن بتقوم فرداهم مرة واحدة وتقوم حاطة معلقتين سمنة أو المادة الدهنية اللي هتحطها في الدقيق في الدقيق في اللبن في البيض في كله، وبتقوم حطاهم وتقوم جاية حطاهم على الجلاش بعد ما تعمله وتقوم مدخلاه الفرن. لا، أنا دهنت الورق كده كل توريقة بدهن ما بينها بالفرشة المادة الدهنية دي. فجينا بقى نحط العصاج وخلاص تمام، وفردنا العصاج وطبقناه ومية المية، ونقوم جايين حاطين الطبقة التانية. بس نظبط الحتت، يعني الأماكن اللي فيها فراغات وكده، علشان يبقى كله مساوي بعض أو كله معادل بعض، وما يبقاش حتة فيها لحمة وحتة ما فيهاش. تمام كده، تمام. معلش، هو ابني الله يسامحه كان واقف هو اللي بيصورني، يعني جايب نص وسايب نص. المهم آه، هنا بقى كان بعد ما خلصنا التطبيق بتاع اسمه ايه، حد يفكرني كده اسمه ايه؟ اسمه الجلاش. بعد ما طبقنا الجلاش هنقطعه طبعا قبل ما يدخل الفرن. عايزه بقى تقطعيه اي تقطيعه على مزاجك زي ما انت عايز. يعني الكرة في ملعبك والسكينة في ايدك واشتغلي براحتك. تمام، تمام. فيبقى النهاردة معانا زي ما قلنا لكم كده بقى في الاول، لحمة في البطاطس او لحمة سلقناها برضو، يعني خدت شوية كده في الشوربة، وبعد كده سقطناها في البطاطس او نزلناها البطاطس. ومعانا رز ابيض هتشوفوه لسه، ومعانا جلاش باللحمه المفرومه. يعني انا كان ودي اعمل لهم اكتر من كده، بس آه، يعني بقى معلش لظروف ما، يعني كان ابني تعبان وكنت ملبوخه فيه، وهم كانوا جايين لما عرفوا ان هو تعبان جايين يشوفوه. فهنا بقى خلاص يعني بنقطع اسمه الجلاش، معرفش ليه اسمه بيروح عن بالي. المهم هنا بقى خلاص يعني هنظبطه وندخله الفرن. انا عندي بعمل فيه حاجة هي تكة كده بسيطة، بس يعني آه بتخليه مورق وجميل عن ما يعني تحطوه. هقول لكم دلوقتي انا بدخله الفرن بعد ما اقطعه كده، واقوم جايه يعني تحس ان هو زي ما يكون متحمص كده، وتقوم جايه منزله عليه الخليط. انا مش عارفه انتوا يعني هتفهموا كلامي ولا استنى لعند إيه ما تيجي اللحظه اللي انا هقول لكم فيها الكلام ده، اللي هي يطلع من الفرن وتشوفوه. تمام. فهنا بقى بنظبط تقطيعه، لان هو طبعا لازم تمسكي كل قطعه تظبطيها عشان الورق ما يتقطعش منك من فوق وتبهدل وتهدر وشه من فوق. إيه يعني علشان مفيش حاجة شكل، يعني الشكل العام له ما يبص، يعني بمعنى أصح. تمام كده، تمام. هنا بقى كان هو في الفرن الصينية كانت دخلتها الفرن، وهنا كان لبن وحطيت عليهم بيضتين ومعلقة بيكنج باودر اهو، ده اللي انا بقول لكم عليه. انا طلعته من الفرن بقى، حطيت على اللبن والبيض بيكنج باودر وحبة فلفل اسمر، وقمت جايه زي الطشه كده يعني. بعد ما طلعت الصينيه دي من الفرن وهي سخنه كده، يقوم جاي شارب على طول وقرمش، يعني بيبقى من جوه طري ومن بره مقرمش او كريسبي زي ما انتوا بتقولوا يعني. وهنا بقى كنا بنعمل جيلي جيلي، بس ما كملناش بقية المقطع بتاع الجيلي، يعني اقول يعني اعذروني. آه كان ولادي ابني يعني لما كان تعبان وكده وعامل لوز، ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ اولادكم. كان يعني بيقولوا لي اكل جيلي، لا جيلاتي لا،
مهلبية، أو إحنا بنقول عليها إحنا في بيتنا أو المكان اللي إحنا فيه بنقول عليها حلويات على المهلبية. فما أعرفش بقى يعني أي أكل سهل البلع. المهم جبنا الجيلي وقعدنا وإحنا قاعدين كده بعد ما خلصت الجلاش وسبته بقى مع نفسه كده وعملت الجيلي. ودي كانت صينية الجلاش بعد ما طلعت من الفرن. يعني شوفوا كل طبقة منفصلة عن التانية، وشها كان زي ما قلت لكم كده بقى كريسبي كده وناشف، ومن جواها طري وحلو. وده كانت الصلصة باللحمة بالبطاطس. يعني انا عايزة اوريلكم بس التليفون في ايد والمغرفة في ايد تانية. كان طعمها وشكلها يعني بألف هنا اللي كل حاجة. ودول شوية الشوربة بقى كانوا، يعني انا كنت عايزة اعمل لسان عصفور بس ما كنتش الوقت ما كانش مساعدني. وده كان الرز وهنبدأ بقى اغرف. فكنت مستعجلة وراح اغرف علشان ناكل انا وامي واخواتي. وتفضلوا معانا بألف هنا، وايه رأيكم؟ وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.